علاقات عاطفيه دا احكي حب. وين تريد توصل؟ دا اقول لك كم علاقه عاطفيه اليوم واحد سؤالي واضح. يعني ما مثلا واحد هوايه انا نحكي له انه اثنين يعني ثلاثه من الممكن. شاهنده واحده بهم؟ بنيتي. شنو بنيتك؟ يعني كانت انه كذا بس لا ممكن العمر، ممكن اني مرتبط متزوج يعني. حبيتها؟ بصراحه هي تنحب. احكي لك بصراحه يعني هي انت دائما كنت ما تحكي بهالموضوع، تقول انه لا بس صداقه بس هاي. لا هي شوف احكي لك، كل اللي يعني كانت عندي يعني صديق احبهم مثلا حتى اذا مو حب وعاطفه. يعني عندنا مثلا من صديقاتي المقربات اذا حتى مو من الوسط الفني. ما اقول لك اذا ما اقدر يوم ما اسمع صوته او ما تخابرني او ما نلتقي او ما نتشاور. ادري بس اني لا اعرفه انه كان اكو مشروع زواج بينك وبين شاهنده، صح لو غلط؟ ايه يعني بس ليش ما كمل؟ ما كمل لانه يعني اولا البنيه اظلمها، يعني اذا ترتبط بي يعني لي عالم ثاني. من الممكن انه يجوز ما نتوالى بحكم العقليه العوائل. يعني هي وافقت تكون زوجه ثانيه؟ مو قلت لك انه هي تنحب يعني وافقت لو لا ما وافقت؟ زوجه ثانيه؟ لا ردت تطلق يعني؟ لا بالعكس، يعني هو احنا وصلنا لهذا الطريق انه بعد انه خلاص. زين زوجتك صارحتها بالموضوع؟ أنا يعني لو غاسله ايدها منك؟ لا يعني متزوج انسانه رائعه بصراحه، يعني هواي يعني هواي صارت ظروف انه قسيت عليه. كم مره كنتها؟ صير صريح وياي. انا قبل الزواج كانت اكثر علاقاتي. كم مره كنتها؟ شلون قبل الزواج تكونوا؟ انتم متزوجين صارت لك علاقات؟ هواي والله ما اتذكر. هواي خاين زوجتك؟ لا يعني مو خيانه، لكن انه أنا ما يصير عندي علاقة من هاي اللي ببالك وببال الناس إذا مو عن طريق حب مثلا. ما اختلفنا بس هم خيانة الحب. اي بس يعني بعد زواجي ما عندي علاقات هواي، احكي لك بصراحة. أنا ما أظن ما كذب. لكن بنفس الوقت أحترم زوجتي حاليا، ما عندي علاقات وأعترف. ووصلت القناعة إنه يعني أخلي اهتمامي لأطفالي بيتك وزوجتي. يعني مراحل الطيش والمراهقه شويه، ولا انا بعد المراهقه احب هاي الامور. شو مراهقه مالك 78؟ يعني مو مراهقه واذا يصير عمرك 90 سنه الروح خضراء. اي الروح خضراء. انا روحي مو خضراء تركوازي يعني. طيب